حياكم الله طالباتنا طلابنا. قبل البدء لا تنسى الاشتراك بالقناة وفعل زر الجرس وخلي هذا المقطع لايك حتى يصل البقية، ويلا نبلش بالأخبار. طبعا بخصوص طلبة الصف السادس الابتدائي والثالث المتوسط، أعلنت وزارة التربية أن الدور الثاني راح يكون مو بس بدرس ودرسين، راح يكون حتى للي واقع بثلاث دروس راح يقدر يقدم امتحانات الدور الثاني. طبعا بالسنين السابقة كان فقط مادة أو مادتين تقدر تمتحن دور ثاني، أما الآن فأصبح السادس ابتدائي والثالث المتوسط يمتحن دور ثاني إذا كان واقع بمادتين عادي، وممكن هذا راح يشمل السادس الإعدادي بالأيام الجاية. أما بالخبر الثاني فإنه نتائج الصف الثالث المتوسط خلال 24 ساعة القادمة أو خلال هذا اليوم راح يتم نشرها من قبل وزارة التربية. أما بخصوص طلبة الصف السادس إعدادي فأعلن أحد أعضاء وزارة التربية أنه نسب نجاح الإسلامية والعربي بعد اكتمال 90% من تصحيحها كانت مفرحة جدا، ونسبة عالية جدا من النجاح بهاي المادتين. طبعا نسبة النجاح حسب ما أعلن عضو وزارة التربية على قناة دزلة يوم البارحة انه نسب النجاح لحد الان خلال مرحلة تصحيح مادتي الاسلامية واللغة العربية نسب مفرحة جدا، والاجابات كانت مفرحة جدا من قبل طلبة صف السادس الاعدادي. عند اكتمال نتائج صف السادس اعدادي والثالث متوسط يتم نشرها واعلانها لكم على هذه القناة، لذلك لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس. تحياتنا لكم وربي يوفق الجميع ان شاء الله.